مساء الخير. النهاردة هنتعلم نعمل خبز النان. الحقيقة طريقته بسيطة وسهلة جدا، وفي نفس الوقت ممكن نعمله في أي وقت. لو في البيت مفيش عيش ممكن نعمله بسرعة. تعالوا نشوف المقادير. بالنسبة للعجينة 4 كوبايات دقيق أبيض اللي هو دقيق المخبوزات، يعني نص كيلو دقيق. هضيف عليهم تلت كوباية زبادي حوالي 83 جرام، معلقة صغيرة ملح 5 جرام، معلقتين صغيرين سكر 12 جرام، 2 معلقة كبيرة خميرة فورية 25 جرام، ربع كوباية زبدة حوالي 57 جرام. دي زبدة نباتي، ممكن نستخدم الزبدة العادية أو ممكن السمنة. بالنسبة للعيش ده ممكن يتعمل بالمقادير دي بس، او ممكن نضيف اضافات بقى تانية كندي طعم للرغيف. يعني هعمل اربع انواع من العيش ب4 نكهات مختلفة. في نوع هحط عليه فلفل اسود مثلا وتوم، ونوع تاني هحط عليه كزبرة ناشفة معها بصل مبشور. البصل دي انا بشرتها وعصرتها، يعني هي ما فيهاش المية بتاعتها. ممكن احط كمون، ممكن احط زعتر. كل الاضافات دي معلقة صغيرة، يعني 5 جرام من كل حاجة. في كمان الجبنة، ممكن جبنة مبشورة اي نوع بقى، في جبنة رومي او جبنة البارميزيان. دي حوالي 2 معلقة كبيرة 20 جرام. والثوم مثلا حوالي 3 فصوص ثوم. وكمان بكون مجهزة دي عشان هفرد عليه، وحوالي 1.5 كوباية مية. تعالوا نشوف ازاي هخلط المقادير. اول حاجة هعملها هحط السكر على المية دي دافية، اقلبها كويس الاول، وبعدين احط الخميرة واقلبها كويس، وبعد كده اغطيها واسيبها لحد ما تخمر. زي ما احنا شايفين الخميرة خمرت. هبتدي بقى اخلط المقادير دلوقتي. هحط الاول الملح معلقة صغيرة واقلبهم الاول. بعد كده احط الزبادي، ممكن بدل الزبادي لبن لو ما عندناش في البيت زبادي متوفر. بعد كده اخلطه كويس قوي الاول، اتاكد ان الزبادي اختلط كويس مع الدقيق. هو كده اختلط. ابتدي اضيف المية مع الخميرة. ممكن ما احطش الكمية كلها، او ممكن ازود مية برضو، اضيفها شوية شوية مش على طول. العجينة زي ما احنا شايفين طرية قوي، هضطر احط لها ربع كوباية دقيق تانية. هي كده خلاص فصلت عن البولة. هبتدي احط الزبدة، بس اسيح الزبدة الاول في الميكروويف. هي كده العجينة اتعجنت كويس وطرية كده وحلوة. عشان عندنا 4 اضافات مختلفة، انا هقسمها ل4 واسيبها ترتاح او تخمر نص ساعة مثلا لحد ما الاقيها عليت شوية، وبعد كده ابتدي افردها. هرش الصاجة بالزيت الاول، بعد كده اغطيها واسيبها ترتاح او تخمر لمدة نص ساعة. زي ما احنا شايفين العجينة عليت وخمرت. هبتدي اضيف الاضافات احطها في العجينة. هاخد واحدة واحدة. ممكن كل العجينة اعملها طعم واحد اللي انا بحبه، بس انا عاملة ال4 انواع دي عشان نختار منه اللي بنحبه. اول واحدة مثلا هحط عليها الفلفل الاسود،
وشوية بصل، وابتدي اعجنها من تاني. مش لازم اعجن جامد قوي، يعني حاجة بسيط كده لحد ما تتوزع. واقسمها. دي مثلا هتعمل رغيفين، اقسمها واركنها على جنب دلوقتي لحد ما اخلط بقية المقادير. دي ممكن كمون مثلا، وبصل برضو. نفس العيش ده ممكن ما يتعمل من غير اي حاجة خالص، بس بنفس خطوات العجن الاولانية. لو احنا مستصعبين حكاية الخميرة وان احنا نستنى ما تخمر، ممكن نستخدم بيكنج باودر. مش هتحتاج تخمير، بس هسيبها مثلا العجينة ترتاح بس نص ساعة، وبعد كده اعمل نفس الخطوات دي. دي هضيف الزعتر وشوية جبنة بارميزيان او جبنة رومي. على الرغيفين دول هيبقى معلقة واحدة بس، نص الكمية اللي معايا. برضو دي هحط لها شوية توم، برضو ممكن توم بودرة، مش لازم توم طازة. وعليها شوية كزبرة ناشفة، وممكن احط جبنة كمان. اغطيها وانا بفرد واخبز عشان خاطر ما تنشفش وشها، وابتدي واحدة واحدة اخبزها. اولع النار لدرجة حرارة متوسطة، واستنى لحد ما تسخن وابتدي افرد، لان الفرد مش هياخد وقت. بعد كده ابتدي اجهز المكان اللي هفرد عليه. لازم طبعا يكون نظيف، ده اللي انا عجنت عليه، فممكن يكون فيه حاجة مش نظيفة، فانضفه كويس الاول وبعدين ابتدي افرد رغيف رغيف. طريقة الفرد بسيطة خالص. بكور الرغيف كده الاول، واحطه في الدقيق اللي انا كنت مجهزاه، وافرده كده، واقلبه الناحية التانية، وافرده برضه، واحاول ادوره بايدي كده، وبعد كده افرده بالنشابة. ودايما ارش دي وانا شغالة عشان ما يلزقش مني. هي كده خلاص رقيقة. ابتدي احطها في الجريلا تقريبا سخنت. النار اعلى سنة من ميديوم، حاجة بسيطة. دي ما ادهاش فرصة انها تعلى، يعني دايما اول ما ابتدى يظهر فقاقيع ابتدي انزلها. عبال ما تستوي شوية اكون بجهزة الرغيف اللي بعديه. اول وش يحمر كده ابتدي اهدي النار. بعد ما قلبته ارش شوية زيت صغيرين خالص، وارش على الوش التاني برضو. اتأكد ان النار هادية. ليه انا برفعه قوي؟ عشان اطمن انه يستوي. هو كده خلاص، يعني استوى خلاص، فاشيله واحط على طول الرغيف اللي بعديه. ما اعملش حاجه في النار بقى هاديه، لان الجريلا سخنت. ما احطش اي زيت او زبده او اي حاجه الا مقلب على الوش الاولاني. في نفس الوقت العيش احط تحتيه ورق زبده، ما بين كل رغيف ورغيف احط ورق زبده عشان ما يلزقش في بعض. كده يظهر فقاقيع كده، اقوم قلبها على طول. دي انا هحط لها زبده. بالنسبه للصيامي مش لازم استخدم زبادي، استخدم ميه.
زي ما انتوا شايفين قلبتها كذا مرة مش مرة واحدة. هو كده خلاص استوى وريحته جميلة جدا، اللي بالبصل واللي بالثوم، وزي ما اتفقنا ممكن نعمله سادة خالص. وبرضو عشان نسرع من عملية الخبز ممكن نستخدم بيكنج باودر بدل الخميرة، فما نحتاجش ان احنا نخمر. احنا بس الخطوة بعد العجن هقطعها واسيبها ترتاح شوية وبعد كده اشتغل على طول. زي ما احنا شايفين الكمية كلها خلصت. دول 8 أرغفة على 4 كوبايات دقيق. بين كل واحدة وواحدة بحط ورق زبدة عشان ما يلزق وهو سخن بالذات. ده ممكن يتشال في الفريزر، ممكن يتقسم مثلا، انا مقسماه هنا كده بيتقدم بالطريقة دي، او ممكن يتقسم بالطريقة دي ويتشال في الفريزر، او زي ما هو، او يتقسم نصين ويقعد طبعا فترة طويلة في الفريزر. العيش ده بيتاكل مثلا على البريكفاست، على الفطار، او ممكن على الغدا، وفي نفس الوقت ده دسم شوية، يعني مش زي العيش البلدي بتاعنا. حاولوا جربوه وان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا والى اللقاء.